اخواتي ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله في بكره واحده من اجمد مباريات الدوري المصري في المرحله الثانيه من الدوري المصري. بعد ما شفنا ال 17 جوله بتوع الدور الاول انتهوا الحمد لله. فالجوله الجديده بقى اللي هو اول ماتش في الدور الثاني، الزمالك والاهلي. ده اول مباراه جامده طبعا بكل المقاييس. الفرقتين عايزين يكسبوا، اذا كان الاهلي او الزمالك. طبعا الفرقتين عندهم سكواد جامد، بس الاهلي يمكن السكواد بتاعه اعلى شويه من الزمالك. ان طبعا الاهلي الله اكبر عنده لعيبه بملايين، لعيبه تقيله تقيله قوي 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 كمان. عكس الزمالك لعيبته يعني الى حد ما، يعني يعتبر الموجود عنده هم ثلاث اربع عناصر اللي اقدر اعتمد عليهم. يعني ثلاث اربع عناصر تقال قوي 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 اللي في الزمالك، اللي هو مثلا عبد الله السعيد وزيزو، محمد عواد، صلاح مصدق، عمر جابر، دونجا، ناصر ماهر، سيف الجزيري. شويه لعيبه، يعني خمس ست لعيبه في السكواد كامل. غير لعيبه الاهلي الله اكبر، يعني انت بتتكلم في تيم كامل باكمله. لعيبه الاهلي مش لاعب ولا اثنين ولا ثلاثه ولا 10 ولا 20، ده التيم كله الله اكبر كامل متكامل. فان شاء الله كده ربنا يكرمنا ان شاء الله، ولازما الفريق يكسب من الاثنين. حته ان الماتش يخلص تعادل زي الدور الاول فمش هتبقى مسموحه، ومش حلوه ليا ولا ليك. هي هتبقى في صالح بيراميدز، مش في صالحي ولا في صالحك. فان شاء الله ربنا ما يجيب تعادل، يجيب لك يا فوز ليك انت كاهلاوي وتتبسط، يا يجيب لنا فوز كزملكاوي واتبسط. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان ابرز الغيابات في نادي الزمالك هو الاسطوره ناصر منسي. ده يعني يعتبر اكتر الغيابات المؤثره في ماتش بكره ان شاء الله، هو الاسطوره ناصر منسي. بعد كده يعني عادي، مع احترامي لكل الناس اللي غايبه، هو يعني اتقلهم واحسنهم واللي حظه حلو يعني على الاهلي عامه، او حظه حلو، هو الاسطوره ناصر منسي. ربنا يوفقنا ان شاء الله، وكل التوفيق لنادي الزمالك. شكرا.